ماما خير، اللهم اجعله خير يا رب. خير جدا طبعا. هو انا بيجي من ورا وشي ده غير الخير؟ برضه حضرتك يعني زي ما انت عارفه كلها كام يوم يعني وعيد الام يجي صح؟ متخيله حاجه يعني؟ مفيش على بالك اي حاجه كده؟ كنت انا ما بيفرقش معايا يا حبيبتي الحاجات دي يعني، وبعدين يعني انا مش عايزه اكلفك يا حبيبتي، انت زي ما انت شايفه الدنيا اللي احنا فيها. لو حاجه دهب ممكن حلق، لو بقى عايزه تحتفظي يعني ممكن سبيكه كده 5 6 جرام. لا بصي هقول لك حاجه، انا برده ما كانش ينفع اخش الدخله دي. طيب بصي يا ماما، انا قصدي يعني ان انا هريح حضرتك النهارده وهطبخ. تطبخي؟ بس مش اي طبيخ، عايزاكي بقى تتخيلي بدماغك ايه اللي انا هعمله لك النهارده. قولي كده يعني، وضحي. حس كده يعني. بط، حمام محشي. برضه لا. اديك رومي؟ لا صعبه دي عليك. ما برضه ما كانش ليه لازمه جو السسبنس ده. صينيه بطاطس. بايه؟ لا بس كده خلاص، هي صينيه بطاطس. الحمد لله رضا، بس يعني العشم يعني عشان انت داخله. طيب فعايزاكي بقى تقعدي النهارده وتتامري كده وتشوفي انا ناويه اعمل لك ايه. انا اللي هطبخ واغسل المواعين وهنشر يعني اي حاجه انت عايزاها اعملها لك. يا ما شاء الله. هي كمان الحاجات العاديه هتبقى هدايا؟ لا طبعا. هديه ايه يا ماما اللي حضرتك بتقوليه ده؟ برضه ده كلام. انا بحاول اهيئك، بس بحاول اهيئك يعني اللي مستنيكي. وضحي. اهم حاجه بقى ما تصدعنيش، يعني مش هتخشي المطبخ تفضلي حاجه يا ماما 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 اعمل ايه فين اسوي ايه. انا مش ناقصه وجع دماغ. بس اهم حاجه بقى حضرتك تفضلي مرتاحه كده وما تنطليش كل شويه في المطبخ عشان مش بعرف اشتغل. سيبيلي كده اعمل حاجه بمزاجي، مش كل شويه حطي اعملي سوي. بلاش. حطي سمنه بقى، حطي سمنه. احط سمنه فين يا ماما؟ احط سمنه فين؟ ماما ممكن حضرتك تقعدي ترتاحي؟ دي طريقه كده شفتها من على النت، عايزه اجربها لحضرتك. استاذنك تقعدي؟ وهو النت هيعرف اكتر مني؟ لا طبعا. برضو السمنه هتديها ريحه وطعم. اسمعي كلام يا ماما، انا مش عايزه احط سمنه، انا اصلا ما بحبش طعم السمنه في الاكل. تعالي اعمليها انت يا ماما، انا غلطانه. اتفضلي اقعدي حضرتك. معلش ثواني، فين الزعتر بس؟ زعتر ايه؟ مش عايزه احطه على البطاطس. زعتر ايه اللي تحطيه على الاكل؟ التوابل طول عمرها اللي احنا عارفينها، ملح وفلفل وكزبره بس. الكمون يعني لما نحتاجه. مش عايزه ماما، مش عايزه زعتر. اتفضلي حضرتك. وماله، مش هعبرك، تليفونك بيرن. طب اتعبك معلش، بس اجيبهولك وانا شغاله عندك. كل شوفي براحتك. طب يا ماما. بتعملي ايه يا ماما؟ ايه خضتيني؟ اكيد حطيتي سمنه طبعا صح؟ منكم لله على ظلمكم ده، منكم لله. انا مش هرد، انا هسيب ربنا هو اللي يرد. ماما الحله الصغيره فين؟ جنبي، قاعده جنبي بحكي معاها. الحله ما عندك. الملح فين؟ حتى دي مش عارفينها يعني. هيكون فين يعني؟ في برطمان السكر المكتوب عليه كاكاو فوق الصيدليه. دي محتاجه يا ماما. فين الطماطم؟ سابت التلاجة وراحت مشوار يا حبيبتي. فكنت قمت عملت انا. بقى دوقي وسمعيني رايك وركزي كده في الريحه، عشان الريحه دي مش هتلاقيها في حته غير لما انا ادخل المطبخ بس. والله لو قعدتي تطبخي سنتين ما هيبقى ريحته كده الا بمعلقه السمنه اللي انا حطيتها. يعني حطيتي سمنه يا ماما زي ما قلت لك. بس يا بنت انت مش فاهمك انت يا ماما. انا كام مره اقول لحضرتك انا مش بحب السمنه؟ بقالي 28 سنه بقول لك انا مش بحب السمنه وبرده بتحطي سمنه. اعمل لك ايه اذا كان انت اللي ما عندكيش استطعام؟ بتاكلي اي حاجه بعملها وبتقولي الله يا ماما، وما بيبقاش غير بالسمنه. اصدقك ازاي انا؟ ماشي يا ماما، بس شكله مش عاطفي كده، مش زي اللي انا بعملها. لا 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 لا. طب دوقيها طيب. لا مش قادره. لا شكله مش مشجعنا ادوق بصراحه. لا براحتك يا ماما، هاتيها. لا خليها على السفره عشان بابا زمانه على وصول لما يجي ياكل يبقى الاكل هو سخن عموما. يلا. طيب. ما قلت بقى بابا اتاخر لما يجي نبقى نسخنه. طيب دقت كده وهي سخنه يعني وفعلا لولا معلقه السمنه يعني هي اللي خلتني اعرف ادوق. طيب انا هروح اجيب حاجه بس منديل عشان تمسحي الدقه، عشان تقريبا الدقه ما جاتش بقك، جت بره.